في الزمان الفاضل يكثر من قراءة القرآن ولو فاته معرفة تفسيره. يعني مثلا هو يريد يقرأ وهو صايم، يقرأ في الليل وفي النهار، يكثر من التلاوة، وليس هذا وقت معرفة التفسير اللغوي والموضوعي، ما هو هذا وقته. التفسير اللغوي والموضوع علم، والعلم في كل وقت، لكن اللي عنده إقبال على القراءة فيتجه للقراءة ليكسب الأجر، والأجر مضاعف بالتلاوة في حد ذاتها. من لا رغبة في العلم بعد ما يقرأ آية ويستشكل أو يريد يبحث عنده في المكتبة، لكن الأصل في الزمان الفاضل هو كثرة التلاوة. من تعبد الله بالعلم لينتفع وينفع الناس، هذه عبادة فاضلة هو فيها مأجور ومضاعف له. لكن عامة الناس اللي ما هم علماء ولا طلبة العلم أحسن يكثرون من القراءة. إذا أشكل شيء يكون عنده إما تفسير، فيه تطبيق وحي الآن، فيه الكثير من التفاسير